واجي ونقول لكم اخر الاخبار. اخبار باقا بميكتها على برنسيسا المشاركه ديال لاله العروسه. بعد الناس اللي كيبغيوها هذا الفيديو غادي يعجبكم انا متاكده. كواليس حصريه باقي ما هضر عليهم حتى شي واحد. غنقول لكم شنو غيوقع في البرايمات الجايين، واش برنسيسا بصح غتقصى ولا لا، ولا هادشي غير كذوب. اش من برايم الا كانت غتقصى، اش من برايم غتقصى فيه، والسبب علاش، واللي جاي بعد الاقصاء ديالها حسن وحسن بزاف من داكشي اللي كتوقعوا. غير كملوا الفيديو حتى الاخر، كاينين مفاجآت واعره. السلام عليكم، بعدا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. اولا واحد الحاجه باش نتفقوا عليها، ممثلين مدينه طنجه خصوصا برنسيسا عطات واحد الاضافه زوينه بزاف البرنامج لاله العروسه. هو كانوا عنده مشاهدات، لكن هذا العام المشاهدات اكثر من الاعوام كاملين اللي دازوا، والسبب هي برنسيسا اللي حبوها المغاربه ودخلات لقلوبهم بلا حتى شي مجهود منها. كتصرف على طبيعتها والناس كاملين كيبغيوها، لا هي لا الزوج ديالها لا حماتها. بالنسبه للموضوع ديالنا، واش غتقصى برنسيسا؟ هي غتقصى في البرايم الخامس. غتقصى بسبب كوبل تاونات وكوبل المانيا. غيستعملوا السوارت ديالهم. كوبل تاونات غياخد ليها 10 النقاط. كيف ما سمعتوا غياخد ليها 10 النقاط من المجموع ديال النقاط كاملين. وكوبل المانيا ما عرفتش اش من ساروت عنده، المهم غيستعملوا لمصلحته، وبالتالي غتصدر برنسيسا وغتقصى في البرايم الخامس. كوبل تاونات علاش غادي يستهدفوا برنسيسا كوبل طنجه ويحيدوا لهم دوك 10 النقاط؟ مع العلم ما عندهم معهم حتى شي مشكل، ما عمر كانت بيناتهم شي حساسيه ولا وقع بيناتهم شي خلاف، لكن خافوا منهم لان برنسيسا كيجيبوا النقاط حتى هما ومنافسين قويين لكوبل تاونات. حيت البرايمات اللي دازو كوبل تاونات كيجي هو الاول وبرنسيسا كتجي هي الثانيه، يعني كتشكل عليهم خطر. ففكروا بعقلهم وقالوا نقصيو بعدا محد عندنا هاد الفرصه هذه ديال نحيدوا النقاط لشي حد، نحيدوهم الكوبل ديال طنجه، وديك الساعه ملي تقساو الاخرين حالهم ساهل، حيت لي كوبل الاخرين ما كيجيبوش النقاط بزاف. فداكشي اللي كان يعني دوك 10 النقاط غيأثروا عليهم، ومن طبيعه الحال غادي تقساو، حيت اصلا ما هاد العام ما كاينينش النقاط بزاف في المسابقات. يعني 10 النقاط راه كثيره. غالبا كتلقى مجايبين 24 نقطه حتى ل 30 32 الماكسيموم، يعني لي كوبل كاملين. فإلا حيدوا البرنسيس 10 النقاط اكيد غدا المهم تقصى. ولكن الخبر الزوين اللي قلت لكم غادي يعجب المتابعين ديال برنسيسا هو انها واخا غتقصى غتبقى تكمل معاهم حتى البرايم النهائي، حتى الفينال. كيف ما سمعتوا. ولكن ما غاداش تكون مشاركه، غادا تشارك في الالعاب في المسابقات، غادا تكون معاهم في الفيلا دايره معاهم لومبيونس. حيت بكل بساطه البرنامج عرف الا خرجت برنسيسا المشاهدات غيهبطوا، والناس كيعبروا على هادشي في التعاليق. داكشي علاش البرنامج اتفقوا معاها باش غادي يخلصوهم هي وراجلها على هادوك الايامات اللي غادي يزيدوا معاهم، وغيبقاو كيشاركوا في المسابقات لكن ما محسوبينش. فهمتوا كيفاش؟ يعني في البرايم الاخر غيكونوا فيه غير جوج ديال لي كوبل هما اللي محسوبين النقاط ديالهم، وبرنسيسا غتكون هي الثالثه لكن غتلعب معاهم وما فهمتوا بحال ملغيه حيت تقسات في البرايم الخامس. باش تكون المصداقيه والشفافيه ما يمكنش عاوتاني يحيدوا النقاط لشي واحد اخر ويعطيوهم ليها ولا ينجحوا هكا بشي طريقه اخرى. لانني انا كنستغرب لبعض التعاليق كيقولوا خاصكم تربحوا برنسيسا. ما يمكنش، حيت ما يمكنش يظلموا شي حد ويربحوها هي. حنا كلنا عزيزه علينا وكلنا بغيناها تربح نظرا للظروف ديال الزوج ديالها وظروفهم صعيبه، يعني ناس بسطاء هكا كيدخلوا للخاطر وطيبين بغيناهم يربحوا. لكن راه لا يعقل ياخذوا النقاط لشي واحد اخر ولا يقصيو شي واحد اخر في بلاصتهم ويخليوهم هما. ما يمكنش. هذه مسابقه وهي يكفي انها فازت بقلوب المغاربه كاملين والناس كاملين كيبغيوها. يعني حتى من بعد البرنامج ان شاء الله دير المحتوى ديالها في الانترنت، وعارفين الانترنت راه ولات تبارك الله كتدخل فلوس كثيره، يعني ولاو بزاف العائلات عايشين منها وعايشين بخير. اما باش يربحوها هي في بلاصه شي واحد اخر راه ما يمكنش. كيف ما قلت لكم غادي يخليوها. والواعره في هذا الشيء كامل هو انه غتكون هي مولاة الدار لمده 21 يوم، يعني 2 سيمانات، لا غير 2 سيمانات، 15 يوم من البرايم الخامس للبرايم السابع. السابع هو الفينال.
يعني غتكون هي مولات الدار وغادا ترد الصاع بصاعين كيف ما كيقولوا، غادا تولي صارمه وغتولي واحد المعامله اخرى ماشي هذيك المعامله ديال البرنسيسه اللي عرفنا في الاول. واجيو تشوفوا لي شنو غدير التاونات والمانيا على داكشي اللي داروا فيه وعلى النقط اللي خداو ليها، غادا كلهم دوزهم من عين البرا. بعدا كوبل المانيا غتعطيهم حاشاكم طواليطات والجفاف، وتاونات غتعطيهم التخمال والتصبين، يعني ردات ليهم داكشي اللي دوزوا عليها. وكازا غتعطيهم السيرفيس، والداخله غتعطيهم الطياب. هادو هما لي كوبل اللي غيبقاو معاها حتى الاخر. المهم الحلقات الاخرين غيكونوا زاهين ديال بصح، وخليو معكم اشتراك وفعلوا الجرس باش يبقاو يوصلكم الاخبار قبل ما تحط الحلقه. وبالنسبه للبرنسيسه هاد التجربه غادا تنفعها بزاف بزاف، لانها هي كانت واحد الانسانه غنيه بزاف وقلبها بيض بحال شي طفله. فملي عاشرت ناس يعني اشكال وانواع، انا ما غنقولش هادو خايبين هادو زوينين، المهم راكم شفتوا كلشي على عينيكم، ولكن تعلمات دروس. فكون مع الدخله البرايم الاول ولا السيمانه الاولى عطاوها دير تسيير وتكون هي مولات الدار، غتكون كتساهل بزاف وغتكون زعما وغتكون مرخيه معاهم. وهي قالت زعما الا كاع كنت مولات الدار غنبقى ندير لهم خاطرهم، واللي ما بغاش هاد لاطاش نعطيه حاجه اخرى، واللي ما بغاش هادي نشرح ليه، يعني غتكون ظريفه. لكن اجيو تشوفوا لي دابا السيمانات الاخرين فاش غتولي مولات الدار، حيت دازت من هذيك التجربه كامله اللي حنا كلنا كنا معاها بقلبنا وبقات فينا. والحلقه ديال البارح حتى هي بكات فيها فاش وقع لها داك المشكل مع الكوبل ديال المانيا، يعني دازت عليها في هاد دار العرسان، وفي الاخر داكشي كامل غادا تدوزوا عليهم حتى هي. انا ما عنديش فكره غير واش الام ديالهم غتبقى معاهم ولا لا، حيت بصراحه حتى هي عندها واحد الدور زوين وكتدخل حتى هي للخاطر، ما كرهتش يخليوها حتى هي معاهم. زوينين صراحه ككوبل هكا بثلاثه بهم زوينين. ايوا المهم هذا هو الجديد اللي كاين، هادو هما الاخبار اللي كاينه لحد الساعه. قبل كانت نشرات واحد الاخبار باللي برنسيسا عيطات لشي حد وقالت باللي بحال زعما ما خلاوهمش يمشيو هكا، يعني ما ناقشوا معاهم ما والو، خداو قرار بانهم غيبقاو واخا تقساو في البرايم الخامس يبقاو يكملوا معاهم. لكن هذاك الشيء ما منوش صراحه، حيت غادي يتخلصوا على دوك الايام اللي غيبقاو وغيعطيو هاد السير الدار، يعني يعطاوها امتيازات، فغادا تبقى معاهم يعني بخاطرها، ماشي داكشي اللي كيقولوا في السوشيال ميديا. ايوا المهم انا هنا غادي نسالي الفيديو ديالي، كنتمنى يكون عجبكم، والا بغيتوا المزيد من الاخبار وداكشي الحصري ديروا لايك واشتراك باش يبقى يوصلكم اي جديد، وبسلام عليكم.